السلام عليكم حبيباتي وصحة رمضانكم. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحة وبعافية. قبل ما نبدو الوصفة تاعنا ما تنساوش تصلوا وتسلموا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. بالنسبة للوصفة تاعنا تاع اليوم غادي نديرو تارتولات عجينة خفيفة وكريمة ولا اروع. بالنسبة للمقادير تاع الوصفة نحتاج 125 غرام تاع الفرينة، 50 غرام تاع السكر الرطب، ونحتاج ملعقة كبيرة تاع لافاني، ونحتاج كذلك نصف صفار بيضاء غير نصها، ونحتاج رشه تاع الملح مع رشه نتاع لا ليفيغ شيميك الفرفاره. نحتاج كذلك زوج مغارف كبار نتاع الزيت. هنا بالنسبه لا ليفيغ شيميك ما نكثروش، نديرو قيس رشه خفيفه ما تبانش بالعين باش اللي تاخذوا تاعنا يحافظوا على الشكل تاعهم. هنا في اناء درنا 63 غرام نتاع الزبده تكون طريه درجه حراره الغرفه. زدنا ضفنا عليها زوج مغارف كبار نتاع الزيت. هنا الزيت ضفناه باش يعطينا قرمشه للتقطيلات تاعنا. زدنا ضفنا نصف صفار نتاع بيضه، نزيد نضيف ملعقه صغيره نتاع لافاني، نزيد نضيفو سكر كلاصي كما قلنا 50 غرام، ونبدا نخلط في المكونات تاعي حتى نتحصلوا على خليط يكون متجانس. هيا بلا ما ننسى الرشه تاع الملح اللي ضفتها مع مغرفه صغيره نتاع لافاني، ونجمع حنا كيما رانا نشوفوا المكونات تاعي كامل مع بعض حتى اللي يتجانسوا بالكامل ونتحصلوا على خليط يكون متجانس. هنا راه كيما ان بوماد كيما رانا نشوفوا. نبدا نضيف الفرينه تاعي. هنا الفرينه نضيفوا عليها رشه صغيره نتاع لا ليفيغ شيميك. هنايا الفرينه تاعنا قادر تدي لكم 125 غرام كيما قادر تدي لكم اقل على حسب الفرينه تاعنا. كاين فرينه اللي تشرب وكاين الفرينه اللي لا ما تشربش. وهنايا نجمع المكونات تاعي حتى اللي نتحصلوا على عجينه تكون طريه. هنا لازم نخلو العجينه تاعنا طريه باش يجيو التختلات تاعنا يجيو خفاف والعجينه تاعهم تجي مقرمشه. وهذه هي العجينه اللي نتحصلوا عليها. نغطي العجينه تاعي ونخليها ترتاح مده 5 دقائق. هنا بعد ما ارتاحت العجينه تاعي نجيبو كيس بلاستيكي كما رانا نشوفوا، نحطوه على البوطاجي تاعنا ونبدا نسرح في العجينه تاعي. هنا انا نسرحها ونطبعها، ودوك الدوائر تاعها عاد نستعملهم في ليمول تاعي اللي نكون رشيتهم بشويه نتاع الفرينه باش ما تلصقناش العجينه تاعنا. هنا تقدروا تنجموا تطبعوا بالطابع، انا ما كانش عندي الطابع طبعت بهاد الغلاقه كانت عندي. هادو هما ليمول تاعنا نرشهم بشويه نتاع الفرينه كما نشوفوا. عاد نبدا نرفد في الدوائر تاعي ونحط فيهم داخل ليمول تاعنا هنا، ونحاول باش ياخذوا داك الشكل ويجوا متساويين. نحي ديك الزياده اللي تكون. هنا انا تبان كي نطبع وناخذ دوك الدوائر ونستعملهم في المول تاعي تجيني سهله عمليه على ناخذ العجين نيشان ونستعمله في ليمول. هنا نكرر نفس العمليه مع العجين اللي راه متبقي عندنا. هنا بعد ما كملت كامل الكميه تاع العجين اللي راها عندي نجيب فرشيطه ونبدا ندير ثقوب العجين تاعنا بهذه الطريقه باش لي تختلات تاعنا يبقوا حافظين على الشكل تاعهم. بعد ما نكملوا نشعلوا عليهم الفور من تحت ومن الفوق ونخلوا لي تختلات تاعنا حتى لي يحمروا بالكامل. هنا نروحوا نحضروا مع بعض الكريمه. بالنسبه للكريمه تاعنا نحتاجوا 125 مليلتر تاع الحليب، نحتاجوا نصف صفار تاع البيضه، نحتاج كذلك 25 غرام تاع المايزينا، نحتاجوا 50 غرام تاع السكر مع ملعقه صغيره نتاع لافاني وملعقه صغيره نتاع الزبده. بوكاسرونه نديرو فيها 125 مليلتر تاع الحليب، نزيد نضيف عليها ملعقه صغيره نتاع لافاني، ونزيد نضيف عليها 25 غرام تاع المايزينا ونصف صفار نتاع البيضه، ونضيف عليها كذلك 50 غرام نتاع السكر، ونخلطوا المكونات تاعنا. هنا بعد ما نخلطوا المكونات تاعنا نديروهم على النار تكون نار هاديه، نكونوا منقصين الغاز تاعنا بالكامل ونبداو نحركوا في الخليط تاعنا حتى اللي يتجانس الخليط تاعنا ونتحصلوا على كريمه تكون متجانسه.
هنا بعد ما تحصلنا على هاد الكريمه، هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. نزيد نضيف لها ملعقه صغيره نتاع الزبده، ونبدا نحرك في الخليط نتاعي حتى ندخلوا ديك الزبده بالكامل في الكريمه تاعنا. هاد لي تارتولات حضرناهم بالكريمه العاديه، كريمه اقتصاديه وسهله وتوجد في مده قصيره. هنا بعد ما دخلنا كامل ديك الزبده في الكريمه تاعنا، هذا القوام اللي نتحصلوا عليه. نخلو الكريمه تاعنا تبرد جانبا. وهادو هما لي تارتولات تاوعنا بعد ما طابوا موليتهم ورشيتهم بشويه سكر رطب. وهنايا زدت لهم اضافه، درت شويه نتاع الكاكاو، كان عندي مقلي ومرحي حوالي ملعقه صغيره. وهذه هي الكريمه تاعنا بعد ما بردت درتها في لابوشادو وبديت نزين فيها. هنا درت تزيين بسيط، هنا التزيين يبقى اختياري، كل واحد وكيفاش يحب يزين الكريمه نتاعه. هنا بعد ما وضعت كاع الكريمه في كامل لي تارتولات نتاوعنا، نجيبو كميه من الفواكه بعد ما كنت طبعا غسلتهم وقطعتهم. هنا زينت بهم بهذه الطريقه، وهنا التزيين يبقى اختياري. بالنسبه للمعه هاد الفوقانيه اللي تجي فوق الفواكه، درت شويه نتاع الماء مع شويه نتاع السكر، زدت له ملعقه صغيره نتاع المايزينا، وحركتهم لي حتى اللي تحصلنا على خليط يكون متجانس، وخليتهم بردوا. بانسو دهنت كامل الفواكه اللي عندنا. هنا التزيين يبقى اختياري، كل واحد واش متوفر عنده. نتمنى تعجبكم الوصفه تاعنا تاع اليوم، وما تنساوش تجربوها، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتدعموني باش يصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. هاد لي طاختو تجي الذوق تاعهم ولا اروع، والكريمه تجي بنينه بزاف. هنايا نقسم معاكم باش تشوفوا كيفاه جات معانا، جات تذوب في اليد قبل الفم. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. وهنايا ما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم وصحه رمضانكم، ينعاد عليكم بالصحه والهنا ان شاء الله. وهنايا بقى لي غير نقول لكم مع السلامه في فيديو جديد ووصفه جديده سهله واقتصاديه كما العاده، ومع الف سلامه.